رامي من المراعي، جديد وطبيعي لذيذ. سائل الأواني آجل يهنيك ويحافظ على يديك. آجل اللي يهمنا هو انتوما. آدم جئنا ومن حواء الرحمة وأجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا للخير نميل. وزارة التضامن الاجتماعي قالت كاين 1,700,000 عائلة، وزارة الشؤون الدينية قالت 660,000 عائلة، في حين أن الهلال الأحمر الجزائري قال كاين 15,000 عائلة، بينما منظمات حقوقية قالت كاين 9 ملايين جزائري. تضارب في الأرقام ولخبطة، علاش؟ وفي الأصل علم من هذه الأرقام كامل تحكي. تضارب هذه الأعداد وتناقضها للأسف الشديد يعود لأمر واحد وفقط، ألا وهو تعيين وتحديد عدد الفقراء الحقيقيين في الجزائر. اليوم لن أتكلم عن الفقير الحقيقي الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ولكن حديثي عن الفقير المزيف، فقير مع وقف التنفيذ. للأسف الشديد ظاهرة تفشت وانتشرت، تجد كثير من الناس يشكيوا ماناش لاحقين، ولو تأملت في حاله ربما تجده شاب اللبسة دياله فقط 7 ملايين، تلقى باسكت ب1,000,000، تلقى نواظر ب2 ملايين، تلقى سلسلة تاع الذهب ب2 ملايين، تلقى تليفون ب2 ملايين. كيفاش هادو قاعدتك ومع الاخر تقول ماناش لاحقين؟ ولا انسان تلقاه يخلص الملايين ويسلف من عند الناس ويقول لك الله غالب ماناش لاحقين. تفشي وانتشار ظاهرة ماناش لاحقين والكل يشكو يرجع إلى عدة أسباب. اليوم راح نتكلموا على أهم هذه الأسباب. السبب الأول والرئيسي في انتشار ظاهرة الفقر المزيف أو انتشار ظاهرة ماناش لاحقين هو النمذجة السيئة والسلبية. تلقى ناس دخلهم محدود، متوسطي الدخل، يتمثلون نماذج الأغنياء، حابين يعيشوا لابيلفي. خاصة الشيء الذي أسهم في هذا الأمر وفي انتشاره وسائل الإعلام، لا سيما الأفلام والمسلسلات التركية. تلقى مثلا شاب متوسط الدخل أو دخله محدود يكون ناوي الزواج، عوض أنه يروح يشري شومبرا كوشي، غرفة نوم محلية الصنع تكون صحيحة وقوية ولكن الفينيسيون ديالها شوية تلقاه يهوى أنه يشري شومبرا كوشي كما يشوفوها في الأفلام ولا في المسلسلات، لازم تكون امبورطاسيون حتى وإن كانت سومتها 20 و25 مليون. تلقى يروح يطلب ولا يدير الدين على ظهره باش يعيش كما راهم عايشين الناس في الأفلام والمسلسلات. أما ظاهرة التسوق المرضي، تلقى ناس تشري وش يعجبها ماشي وش تحتاج، فيما بعد كي تدخل الدار تلقى عندها كمية من المشتريات متعددة الأصناف ومتعددة الأنواع وربما ما تحتاجهاش. ولينا أيضا نشوفوا ظواهر عجيبة سبحان الله، عائلات تدير لاشان طوابير طويلة أمام محلات البيتزيريا، أمام الفاست فود باش تدخل تاكل. علاش؟ يتمثلون نماذج تاع ناس ممكن يكونوا شيك ولا ممكن يكونوا مرفهين، ولكن ليس هذا هو الغنى الحقيقي، وليست هذه هي الثقافة الراقية التي يجب أن تنتشر عند الأغنياء. للأسف الشديد من النمذجة السيئة أنه تلقى الناس تجري وراء الموضة، وراء الحطة، وراء المشتريات وآخر صيحة حتى ولو ما كانوش يحتاجوها. من بين الأمور أيضا اللي شفناها منتشرة خاصة أيام المولد النبوي الشريف، فظاهرة للأسف الشديد تتكرر كل سنة، أموال طائلة ملايين بل ملايير تضيع وتستنزف وتبذر فاش في المحارق، في لي فو دارتيفيس. واحد يقول لك ايه باش نفرحوا دراري، يعني ما كنا نتكلم على حكمها الشرعي وأنها لا يجوز وأنها تدخل في التبذير، ولكن ما يؤسفني أيها الكرام أن هذه الأموال الكثيرة تجدها في أحياء الفقراء. يعني الفقراء اللي يقول لك ماناش لاحقين وماناش لاحقين هو من يستنزف أمواله في أمور لا تليق. أما ظاهرة الهوس واتباع الموضة، يعني آخر صيحة تلقى إنسان عنده تليفون ما دارش عليه 6 شهور يخرج تليفون واحد آخر، لازم يرمي هذاك التليفون القديم ويشري واحد آخر جديد.
السبب الثاني البهرجة في الأعراس، وهي من أشنع وأقبح مظاهر التبذير في مجتمعنا للأسف الشديد. صار العرس الواحد يستقام قيس 50 شهرية، يعني اللي يخلص 2 ملايين العرس ولا يستقام 100 مليون. الصلاة برك سبحان الله أقلهم 20 مليون، وكاين قاعات على الأفراح تتكرم 40 و50 مليون. 6 سوايع من بعد تروح. سبحان الله كثير من التعابير هلكتنا، لازم بوه وش يقولوا الناس وشفتني غير أنا. يا أخي الكريم من قال لازم؟ يا أختي الكريمة تعبيرات النساء للأسف الشديد تدخل كثير من الرجال في أزمة الدين. الزواج اللي كان نصف الدين صار هم ودين، بلا ما نحكيو على الامور اللي تخلص كاع بالاوز، الجوز واللوز والبندق والفستق، حتى ولات الباطه تاع الحلوه غاليه من الحلوه اللي لداخل. كي تقولها يا اما ماشي لازم يا اختي ماشي لازم، تقول لك بوه فلانه دارت هكذا واش تقول عليا، حبيتهم يضحكوا عليا. سبحان الله تعبيرات خلاتنا كلنا نعاني من ازمات في مجتمعنا. لما صعبنا الحلال توجه أبنائنا نحو الحرام. بلا ما نتكلموا على الملابس والتصديرات على العروسة، تلقاها تكري لا روب بلونش ب3 ملايين باش تلبسها سويعة واحدة، وتخيط قفطان ب5 ملايين بعد زواج شهرين 3 شهور ثمان باش تمدوا لأختها. واش يقولوا لها؟ انت لبستيها جديد واختك تلبس القديم، لا توصلك. تعبيرات للأسف الشديد تستعملها كثير من النسوة ويخنقوا بها رجالهم ويخنقوا بها أزواجهم. بلا ما نتكلموا على عادة صارت حتى عند الرجال، اللي في ميجان واللي في دارتيفيس والألعاب النارية بالملايين تروح فجأة. بعدها الزوج يجد نفسه حاصل بعد ما يغلق الباب على داره تلقاه يعد قائمة الناس اللي تسلوا، بعد ما تطير عليه السكرة تاع الفرحة يجد نفسه حاصل للأسف الشديد. بلا ما نتكلموا على الذهب والمسوغات وكرفش بولحية، نخلي الصور هي اللي تتكلم عليها. باغيوغ تاع امها كادو، ربي يخلي لها امها وباباها ان شاء الله. خلخال من عند اميره الماشطه اختها، ربي يخليك ربي يخليك ليها ان شاء الله. عبد الرزاق تاج بالدولاره وفاديك ان شاء الله. وربعة من عند الألفية أختها. باغيوغ من عند شيراز في أختها دباك. وهذا مقياس بو 10 حنات عليه والعمر إن شاء الله. وهذه حنات على قهمات. هذا كادو تاع الحاج ناصر. السبب الثالث أيها الكرام في انتشار ظاهرة مناش لاحقين وفي تكثير الفقراء المزيفين يعود بالأساس إلى أمر مهم جدا، ألا وهو سوء تدبير وإنفاق ميزانية المنزل. للأسف الشديد كثير من الناس ما يعرفوش يصرفوا ويظن بأنه ما يخلص بزاف أصرف برك، المهم أنا عندي الدراهم. ناس زمان خلوها لنا وقالوا إذا كان عندك بير اصرفوا بالتدبير. لهذا سأتكلم عن مجموعة من النقاط إذا تعلمناها واخذينا بها كثير من المصاريف اللي تستنزف هنا وهناك راح نوفروها. النقطة الأولى تحرى الكسب الحلال، لأن البركة في الحلال. الذي يهم أيها الكرام في الرزق هو البركة لا الكثرة. الأمر الثاني اتباع العادات الإيجابية في ترشيد النفقات والاستهلاك، وهذا الأمر يبدأ في تصرفاتنا البسيطة. يا أخي الكريم ما تخليش الضوء شاعل 24 ساعة على 24 ساعة والماء هكذا العين مفتوحة ويضيع الماء هدرا. من بين الأمور التي ينبغي أيضا أن نتعلمها في ترشيد الاستهلاك أن الإنسان لما يريد أن يتسوق ماشي يروح هكذا برك ما عندوش أهداف، لا، يضع قائمة مكتوبة بالحاجات الرئيسية، هاي باش نبدا هاي باش نبدا هاي باش نبدا، أنا نشري واش المطلوب مني، ورجاء لا نتسوق ونحن جوعى، لأنه الإنسان كي يكون جيعان ويروح يشري يقدر الجزائر كامل يشريها. وهذه لطالما شاهدناها في شهر رمضان، تلقى إنسان جيعان يروح يشري الخبز تاع سوريا ومن بعدها الخبز الليباني ومن بعدها الخبز تاع تونس ومن بعدها يزيد يشري الفوغاس ومن بعدها يزيد يشري المطلوع. يا أخي الكريم تلقى 7 ولا 8 أنواع تاع الخبز في الطابلة وهو في الحقيقة راح يأكل وحده ثم يصاب بالشبع. أيها الكرام إذا تعلمنا ترشيد النفقات
واتخاذ العادات الإيجابية في التسوق، كثير من الأمور راح نوفروها وكثير من الأموال مش راح نضيعوها. من ترشيد النفقات أيضا عدم التبذير وعدم البخل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. هكذا الله تبارك وتعالى يعلمنا ويعطينا القاعدة الاقتصادية التي تحسن ميزانيتنا وتحسن توفيرنا لأموالنا. النقطة الثالثة نتعلم الادخار، على الأقل كل إنسان يدير شحيحة يخبي فيها الصرف. صدقوني ما تحقروهاش، لأنه 1000 فرق مع 1000 فرق 500 مع 500 بعد مدة راح تلقى وفرت مبلغ لا بأس به، بعد سنوات راح تلقى مبلغ ما شاء الله وممكن تدير به حاجة. أمر آخر أيها الكرام، نتعلموا ندخروا الهدف. قال أنا عندي هدف، نشري سيارة، نشري منزل، نفتح حانوت، ندير مشروع تجاري. لما يكون عندي هدف هنا الادخار راح يكون عنده قيمة. النقطة الرابعة الاعتماد على الطبخ المنزلي، وإياكم الفاست فود كما يضرب الصحة يضرب الجيب أيضا. الأمر الخامس أيها الكرام يدخل في حسن التدبير ويخرج الإنسان من خانة الفقير المزيف، ألا وهو الرضا والقناعة. رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، لا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله. القناعة كنز لا يفنى، أفلح من رزق القناعة وكان رزقه كفافا عفافا. أفلح أيها الكرام من لم يقارن نفسه بالآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا فقال لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور اللي تخلينا أيضا نحسن التدبير ونحسن التصرف في أموالنا أن نربي أبنائنا أيها الكرام، أنه مش كل حاجة يحبوها مناسبة لهم، مش كل حاجة يحبوها لازم يدوها، مش كل حاجة يطلبوها نوفروها لهم. هذا الأمر يخليهم يتعلموا الصبر ويخليهم يعرفوا قدر المال ويعرفوا قدر النعمة اللي مدها لهم ربي تبارك وتعالى، لا سيما في الألعاب والحلويات. والله بعض الأطفال تلقى عنده 20 لعبة في الدار، واحدة مكسرة و19 مخبيين. يا أخي الكريم هذا الأمر نربي عليه أبناءنا منذ الصغر. أمر آخر يخلي الإنسان يحسن التصرف والتدبير، رجاء لا تلجأ إلى الديون إلا في أوقات الضرورة واجعله آخر حل، لأنه كثير من الناس للأسف الشديد تلقاهم يسلفوا في أمور يعني سمحوا لي تافهة. تلقى واحد سيبركة في يسلو، واحد آخر يعني يسلوا على أمور ثانوية ليست رئيسية. أيها الكرام الدين هم بالليل وذل بالنهار. الأمر الأخير الذي من خلاله الإنسان يحسن التصرف في ماله ورب سبحانه يجعل له فيه البركة الصدقة. تصدقوا أيها الكرام، لأن الصدقة مما يعين على حلول البركة في المال. ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعط ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعط منفقا خلفا. من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما نرقى برقي مبادينا. رامي من المراعي، جديد وطبيعي لذيذ. سائل الأواني آجل يهنيك ويحافظ على يديك. آجل اللي يهمنا
هو انتوما. تعرف بالقدرة على الفعل، بالاستطاعة على التجاوز. هي توجد بتعدد في الطبيعة كالأسطورة الضائعة، محددة لتميز حليبنا والتي نسميها بالقوة. الحليب لرامي، حليبي قوتي. والآن رامياب القوة بالشوكولا. قوة التنظيف لسائل الأواني إيغل ما فيهاش شك. تسمح لي بالحصول على لمعان مثالي ممزوج برائحة مثيرة. سائل الأواني إيغل يحمي يدي بفضل الفيتامين أو. يدي اللي في كل الأوقات لازم يحتفظوا بجمالهم. سائل الأواني إيغل يهنيك ويحافظ على يديك. إيغل اللي يهمنا هو انتوما.